وبمناسبة الصيف والحر الشديد اللي احنا فيه ده، طبعا اهم حاجة في الموضوع ده كله الايس كريم. الايس كريم اللي احنا ما بنستغناش عنه طول الصيف. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الجو حر جدا، ودرجة الحرارة يعني احنا خلاص وصلنا لدرجة الفرهدة. طبعا ما بنستغناش عن الايس كريم، لان طبعا طول الوقت عايزين نشرب حاجات مسكره ومتلجه، وطبعا كل شويه ولادنا داخلين علينا بالايس كريم وما بنقدرش نمسك نفسنا بصراحه. وطبعا ولادنا طول النهار بيجيبوا ايس كريم، والايس كريم طبعا زي ما حضراتكم عارفين اسعاره بقت ما شاء الله يعني في العالي. طبعا مش هيكفينا كل يوم مبلغ وقدره نجيب بيه ايس كريم. المهم احنا بقى النهارده هنعمل شويه ايس كريم زي العسل، ايس كريم تحفه والله، لو جربتيه ما هتستغني عنه طول الصيف. وهنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وباي مكونات موجوده عندك في البيت هنعمل بيها ايس كريم. اي حاجه موجوده عندك في البيت هنعمل بيها ايس كريم، ان شاء الله حتى شويه كاكاو، ان شاء الله اي شويه فاكهه موجودين عندك، حتى لو كوبايه سكر هنكرملها ونعمل بيها الايس كريم. ومن غير مكنه ايس كريم، ومن غير عجان، ومن غير مضرب، ومن غير اي ادوات، مش هنستعمل غير الكبه، والكبه موجوده في اي بيت، وكمان ممكن تستعملي الخلاط، يعني مفيش اسهل من كده. هنسمي الله بقى كده ونشوف اي فاكهه موجوده عندي في الفريزر. انا معايا منجايه واحده، والله منجايه واحده في الفريزر متقطعه زي ما حضراتكم شايفين كده. ناخدها في الكبه بتاعتنا ونضربها، وطبعا ما تكونش مجمده قوي عشان ما تكسرش الكبه معانا، يعني نخرجها من الفريزر قبلها كده بشويه عشان ما تبقاش مجمده قوي وتكسر الكبه زي ما قلت لكم. المهم ضربناها زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. هنفضيها بقى في البوله بتاعتنا ونشوف هنعمل بعديها ايه. بص والله الفاكهه وهي مجمده بتضربيها، بص هي لوحدها كده من غير اي اضافات ايس كريم زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. هناخد بقى معانا كمان كوبايه من الفراوله، كوبايه من الفراوله المجمده هناخدها برضو زي ما قلت لكم، هي مش مجمده قوي عشان ما تكسرش الكبه معانا. هناخدها نضربها في الكبه ضربتين حلوين كده، وانا ما بحبش اضربها قوي، يعني بحب اخلي فيها زي فتافيت كده من الفراوله عشان تبقى معانا في الايس كريم بتاعنا. هنضرب الفراوله زي ما شايفين كده معانا. بعد ما ضربناها هنحطها بقى في البوله بتاعتها. والله الفاكهه لما بتتضرب وهي مجمده لوحدها كده بتحسيها فعلا ايس كريم. هنشوف الفراوله معانا بعد ما ضربناها شكلها بقى عامل ازاي. شوف الفراوله جميله قد ايه. بصي معجون الفراوله لوحده فعلا ايس كريم لوحده، بصي مش محتاج اي اضافات، بصي ايس كريم والله ايس كريم لوحده اهو. معايا بقى 3 كوبايات من اللبن المتلج، لبن متلج فيه قطع كده من التلج زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. 3 كوبايات يعني لتر الا ربع من اللبن، يعني مش لتر لبن كمان. الثلاث كوبايات دول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله هيعملوا معايا كميه حلوه جدا من الايس كريم. حطيت 3 كوبايات من اللبن، وحطيت نص كوبايه من السكر السنترافيش، السكر العادي بتاع الشاي. وبعد بقى ما هنضرب السكر باللبن زي ما حضراتكم شايفين كده ضربتين كده لحد السكر ما يدوب معانا شويه، هنجيب كوبايتين من الكريم شانتيه. كريم شانتيه بقى من غير سكر، بدون سكر. هنحط كوبايتين من الكريم شانتيه، وطبعا لو جايبه الكريم بسكر يبقى ما نحطش السكر في اللبن معانا عشان ما يبقاش السكر زياده عن اللزوم. بعد كده نحط كوبايه من الحليب المكثف. الحليب المكثف طبعا عملناه مع بعضنا في فيديو شورتس، وللناس اللي ما شافتش فيديو الشورتس بتاعنا بتاع الحليب المكثف، الحليب المكثف عبارة عن كوباية من لبن البودر، كوباية من السكر البودر، معلقة كبيرة من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، معايا نص كوباية من نص كوباية لكوباية الا ربع مية مغلية. بنضرب المكونات كلها مع بعضها بيدينا احلى حليب مكثف، ولا تشتريه من بره بالغالي ولا اي حاجة. طبعا بينفعك بقى في كل الحلويات، وتعملي ايس كريم بينفعك في حاجات كتيره جدا. طبعا يا ريت تعمليه وتحطيه في التلاجة عندك يبقى موجود عندك على طول، خاصه في ايام الصيف تعملي منه على طول لاولادك ايس كريم، طول الصيف اعملي لهم ايس كريم. احنا بقى ضربنا الكريمه بتاعتنا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا مش عايزينها جامده قوي زي ما بنعملها كده للتورت او للجاتوهات، احنا عايزينها تكون معانا بالقوام ده زي ما حضراتكم شفتوا كده معانا، قوام اللي هو عرف الديك كده. طبعا ممكن تضربيها بقى بالمضرب بالعجان زي ما انت عايزه. احنا ضربناها النهارده واستسهلنا في الكبه على طول، لان في ناس كتيره ما عندهاش عجان وناس كتيره ما عندهاش مضرب، فاحنا ايه اقل حاجه عندنا في البيت هنشتغل بيها. خدنا بقى من الخليط اللي احنا عملناه كوبايه كده من الكريمه زي ما حضراتكم شايفين كده، خدنا كوبايه وخدنا معلقتين من الفراوله اللي احنا ضاربينها. نقلب الاول المعلقتين كده مع الكريمه، وبعد كده نحط باقي الخليط اللي معانا، باقي خليط الفراوله اللي معانا نحطه على الكريمه زي ما حضراتكم شايفين كده، وده بيديني تدعيم اكتر للون. لو حطيت الكريمه كلها على الفراوله هتديني لون فاتح زي ما حضراتكم شايفين كده، بنفس اللون ده اللي هتدهوني. لكن لما باخد معلقتين الاول بضربهم في الكريمه،
وبعد كده بحط باقي الفراوله او باقي اي فاكهه معايا. اللون بيظهر معايا او لون الفاكهه بيظهر معايا شويه، لكن لو حطيتها كلها مره واحده بتديني لون فاتح قوي اللي هو لون الكريم، فما بيخليش لون الفاكهه باين معانا قوي. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده الفراوله شكلها عامل ازاي. طبعا لو حابه تديها لون اديها لون براحتك خالص، مفيش اي مشكله، لكن انا حبيت اخليها طبيعيه فعشان كده ما حبيتش اديها لون. لكن بالنسبه للمانجا بصراحه جيت اعملها لقيتها فاتحه جدا، فروحت مديها نقطه من اللون الاصفر. هنشوف دلوقتي مع بعضينا هنعمل ايه في المانجا. بالشكل ده ايس كريم الفراوله بقى جاهز معانا وزي الفل على الفريزر بقى على طول. واظن مفيش ايس كريم اسهل من كده والله، وطعمه خطير. اما تجربوه ان شاء الله طعمه هيعجبكم جدا باذن الله. وزي ما حضراتكم شفتوا يعني يعتبر عملناه في خطوه واحده، ان احنا ضربنا الكريم وحطينا عليها الفاكهه، مفيش زياده عن كده حاجه عملناها. بعد كده بقى هنيجي الايس كريم المانجا، هناخد كوبايه من الكريمه برضو اللي احنا ضربينها وحطينا عليها معلقتين من المانجا، زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط زي ما عملنا في الفراوله بالظبط، برضو علشان اللون. هننزل بقى خليط الكريمه على باقي المانجا اللي معانا، ودي مانجايه واحده. طبعا لو عندك زياده براحتك، طبعا زودي براحتك مفيش اي مشكله، لكن انا ما كانش عندي اللي هي مانجايه واحده، رحت ضربتها وعملتها كده. زي ما حضراتكم شايفين بقى اللون فاتح جدا معايا، فاضطريت هنا ان انا احط بقى نقطتين من اللون الاصفر. طبعا الالوان دي الوان غذائيه مصرح بيها علشان تدعم اللون معانا شويه، وطبعا ليكي حريه الاختيار، ممكن ما تستعملهاش خالص ما فيهاش اي مشكله. انا بس حبيت احط اللون علشان خاطر يبان معايا في التصوير، عشان زي ما شفتوا حضراتكم الفراوله كانت فاتحه شويه، وطبعا ما حطيتلهاش اي لون، لكن لقيت المانجا فاتحه جدا فاضطريت احط لها بقى نقطه من اللون الاصفر عشان يبان معانا في التصوير. طبعا لو مش هصور مش هحط لون خالص. زي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا المانجا، ناخدها برضو على طول على الفريزر. نيجي بقى للايس كريم الاهم والاسهل واحلى ايس كريم بقى ممكن تدوقيه، ومن غير اي فاكهه ومن غير اي حاجه. هجيب نص كوبايه من اللبن، حطيت فيها معلقتين من السكر، حطيت عليها 4 معالق من الكاكاو، والجمال بقى كله في المعلقه دي معلقتين من المية السخنة دوبتي فيهم معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. وطبعا ممكن تجيبيها بأي طعم، يعني أي طعم بتحبيه في القهوة سريعة الذوبان ممكن تجيبيه. أنا جايباها قهوة عادية جدا يعني نسكافيه سادة عادي. دوبتهم في المعلقتين المية السخنة وحطيتهم على الخليط بتاعنا. بعد كده نزلت عليهم بكوباية من الكريم اللي معايا أو الآيس كريم اللي معايا، لأن ده هو أساس الآيس كريم اللي احنا بنشتغل بيه. كده قلبت فيها الآيس كريم في الخليط اللي معانا ده. مش عايزه اقول لكم الجمال والطعم، يعني بجد هتدوق طعم احلى كمان من اللي بتجيبوه من بره. تحفه، طعمه تحفه، كريمي وجميل. شايفين حضراتكم كريمي وتحفه وطعمه جميل. يعني كمان لو ما عندكيش فاكهه، مش شرط فاكهه خالص، وهتعملي ايس كريم برضو في البيت بمنتهى السهوله. هما معلقتين الكاكاو ومعلقه القهوه سريعه الذوبان، ممكن تجيبيها باي طعم انت بتحبيه. بتحبي الموكا، بتحبي البندق، بتحبي الكابتشينو، اي طعم بتحبيه في القهوه سريعه الذوبان بتجيبيه. وكمان ممكن تسيحي كوبايه من السكر وتعملي كراميل وتعملي ايس كريم بالكراميل. يعني اي حاجه من البيت ممكن نعمل بيها الايس كريم، مش شرط ان احنا نكلف نفسنا ونشتري فاكهه مخصوصه ولا اي حاجه. لا، احنا اهم حاجه عندنا نعمل الخلطه الاساسيه بتاعه الايس كريم اللي هي اساس الايس كريم، اللي هي تبقى معانا ايس كريم فانيليا ومش محتاجه اي حاجه جنبها. لكن لو عايزه بقى تجودي ممكن تعملي ابو شوكولاته زي ما بقولك، اللي هو ابو كاكاو وقهوه سريعه الذوبان او ابو كراميل. كده بقى الايس كريم بتاعنا جبناه بعد ما بيتناه ليله كامله في الفريزر، وعلى فكره ممكن 3 4 ساعات وبعد كده تطلعيه تاخدي منه على طول مفيش اي مشكله. لكن انا بصراحه بيته ليله كامله في الفريزر وطلعته زي ما حضراتكم شايفين كده. الايس كريم بتاعنا تحفه، بس للاسف انا بقى ما عنديش معلقه ايس كريم. لو عندي معلقه ايس كريم كان طبعا اداكوا شكل الايس كريم اللي بتجيبوه من بره بالظبط، لكن عملته بمعلقه عاديه كده زي ما حضراتكم شايفين، واهو اداني برده شكل جميل جدا. زي ما حضراتكم شايفين الايس كريم بتاعنا تحفه تحفه تحفه. وبصراحه الحاجه اللي عجبتني جدا الشوكولاته، طعمها روعه. الشوكولاته بجد لو جربتوها تعجبكم جدا، جميله 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 وكريميه وطعمها تحفه. جربوا الشوكولاته والله، حتى لو تعملوها لوحدها، اعملوا الشوكولاته لوحدها، ايس كريم الشوكولاته لوحده هيعجبكم جدا، خطير خطير خطير. ممكن زي ما بقول لكم تسيحوا كوبايه من السكر تعملوا كراميل وتعملوا ايس كريم بالكراميل، يعني مش شرط فاكهه خالص في الوصفه دي. لكن بالنسبه للفاكهه طبعا طعم المانجا بتبقى حاجه جميله جدا، وطعم الفراوله، وكلنا عارفين طبعا الاطعمه دي بتبقى طعمها جميل قد ايه. ولحضراتكم طبعا حريه الاختيار، تعملوا الحاجه اللي بتحبوها والحاجه اللي موجوده عندكم والمتوفره في البيت، او الحاجه اللي انتوا بتحبوا طعمها.
بس زي ما بقول لكم والله الشوكولاته تحفه جدا، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم قوي باذن الله. وطبعا مش شرط انكم تعملوا الايس كريم بالانواع المختلفه في وقت واحد، انتوا ممكن تعملوا الخلطه الاساسيه بتاعه الايس كريم تحطوها في الفريزر وتاخدوا منها بقى تعملوا اطعمه براحتكم. يعني النهارده عملت طعم المانجا، يوم تاني اعمل الفراوله، يوم تاني اعمل شوكولاته، يوم تاني اعمل كراميل، يعني براحتكم خالص. يا ريت بقى تجربوا الايس كريم بتاعنا النهارده وتقولوا لي رايكم فيه، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. يا ريت لو عجبكم الايس كريم وعجبكم الفيديو بتاعنا، يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. مشاهده ممتعه لحضراتكم، ونرجو ان تكون مشاهده مفيده كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.